انت عارف ان انت كرياضي ممكن تكون بتاكل كويس وبتنام عدد ساعات كافية، بس على طول حاسس انك تعبان ومجهد وادائك الرياضي مش قد كده. تعال اشرح لك ازاي. الترطيب او الهيدريشن اثناء التمرين وبعد التمرين، وخصوصا كمان الاملاح، انت عارف ان دول عامل اساسي في ادائك الرياضي. الابحاث بتقول ان انت عشان تعوض السوائل اللي خسرتها اثناء التمرين في العرق لازم تشرب حوالي 150% ميه من كمية السوائل اللي انت خسرتها في العرق. يعني ايه؟ يعني انت لازم تقيس وزنك قبل التمرينة وتقيسها بعد التمرينة، كمية الوزن اللي انت خسرتها تضربها في 1.5 لتر، هو ده اللي تشربه من مية. عملوا دراسة ما بين عدائين، مجموعة منهم بتعوض السوائل ب 150% والمجموعة التانية بتعوض السوائل ب 75% مية، وخلوهم يجروا سباق 10 كيلو. لقوا ان اللي بيعوضوا 150% من نسبة السوائل اللي بيخسروها كان ادائهم احسن وخلصوا ال 10 كيلو اسرع. طب تعالى للمهم بقى، ان انت المفروض مش بس تعوض السوائل انك تشرب ميه، لا انت كمان تعوض الاملاح وخصوصا الصوديوم اللي انت بتخسره في العرق، لان الصوديوم ده مهم جدا ان هو يمسك الميه وما يخرجش في البول، فانت تخسر السوائل اللي بتخرج في البول بكل الاملاح اللي فيها. كلنا عارفين ان الاملاح وخصوصا الصوديوم مهم جدا في استشفاء العضلات وفي الريكفري بتاعها. الدراسات شافت ان نسبة الصوديوم اللي بتخسرها اثناء التمرين ممكن توصل ما بين 500 مللي جرام ل 1 جرام لكل لتر من السوائل اللي بتخسرها في اثناء التمرين. ولو رياضة طويلة ممكن توصل ان انت تخسر 1.5 جرام لكل لتر سوائل بتخسره اثناء الرياضة. طب الدراسات شافت ان احسن طريقة لو انت هتمارس رياضة طويلة اكتر من ساعة ونص ان انت تشرب سوائل اثناء الرياضة ما بين نص ل1 لتر لكل ساعة، ويبقى السوائل دي محتوية على من 300 ل 600 مللي جرام صوديوم. بالنسبه للبوتاسيوم اللي هو تاني ملح او الكترولايت بنخسره في السوائل بعد الصوديوم، بنخسر من حوالي 200 ل 400 مللي جرام لكل لتر عرق بيخسره الرياضي اثناء التمرين. طبعا احنا عارفين كويس ان البوتاسيوم مهم جدا في انبساط العضلات واستشفائها، ونقصه بيعمل تشنجات للعضلات. طبعا حاجه مهمه جدا لازم نعرفها، ان احنا لما بنيجي نشرب ميه من غير املاح ومن غير صوديوم احنا بنخفف كميه الصوديوم اللي موجوده في جسمنا، فمش بس خسرنا صوديوم اثناء التمرين، لا كمان خسرنا صوديوم بعد ما شربنا ميه من غير صوديوم، فممكن يحصل لنا نقص للصوديوم في الدم. والكلام اللي ياكد ان احنا مش مهتمين قوي بالموضوع ده، وان احنا بنشرب ميه كده على المزاج وممكن تبقى فيها املاح وما فيهاش املاح، ان كان في دراسه في اسبانيا وواحده تانية في الصين سالوا الرياضيين اذا كانوا هم مهتمين بالموضوع ده وعارفين الكميات الصحيحه اللي المفروض ياخدوها، لقوا ان معظمهم ما يعرفوش. طب تاخد الاملاح ازاي؟ ممكن تاخدها على شكل مكملات، بس يعني تتاكد ان هو في الصوديوم والبوتاسيوم، ولو في املاح تانية خدها. او حاجه تانية كمان ممكن تعملها في البيت، انا بحب بعد التمرين ان انا كمان اجيب ميه وعليها ليمون ومعلقه ملح صغيره، بس يبقى ملح هيمالايا او ملح بحري، بحط عليها خل تفاح عضوي، عشان الخل التفاح العضوي ده بيحسن حمض المعده فبيزود من امتصاص الاملاح. اشوفكم في حلقه جديده.